السلام عليكم. اريد اقول لكم شغله واحده. انتم اللي قاعد تحجون اللي بالعراق اللي قاعدين ورا الكاميرات مثل سلوان، قاعدين مثل سلوان. شلون سلوان ورا الكاميرا يحرق القرآن وحماية الشرطة ورا وخنيثة جبان؟ انتم همين اللي بالعراق اللي قاعدين اللي قاعد تسوون اللي قاعد تصورون وتحطون صورتي وتقولون انه هذا كل شيء ما سوى وهذا ما ضربه وشنو هذا الضعيف ابو كيلوين وما اعرف شنو. انا ابو كيلوين؟ لعد اذا انا ابو كيلوين ووقفت قدامه ولمسته، لعد انت شنو؟ ها انت شنو؟ انا البارحه اللي صار شفته باللايف. وين انا ما عايش؟ انا عايش بسيتليا. شفته باللايف فاتح لايف، قال لي الرجال خليجي، الرجال خليجي 37 دوله دعسناها. هيك حكى على العرب كلهم، حكى على العرب المسلمين. قال 37 دوله دعسناها. 37 دوله. تخيل 37 دوله ما حد وصل له، ما حد وصل له. يحرق القرآن وانتم تطلعون هناك مظاهرات تعيطون وسلوان وهيك وهيك وسلوان هيك وهيك وكل شيء ما حد يسوي له. ما حد سوى له شيء، ما حد سوى له شيء، ما حد لمسه، ما حد لمسه. فاني البارحه لما رحت له، لما قلت له تعال خلينا نلعب، مو يعني خلينا نلعب ومتفقين انه يلا تعال نلعب انا وياك شقه وعمود ياخذ حمايه من الشرطه، هاي اكبر غلط. مو هيك الحكي. لما قلت له خلينا نلعب اجيت بالقانون السويدي. شلون ما هو اجى بالقانون السويدي يحرق القرآن، انا جيت بالقانون السويدي وجبت الجفوف. لما جبت الجفوف مو يعني ارد اصير له مايك تايسون، لو ارد اصير له شي شغله، لو ارد اموته، لا. جيت بالجفوف كقانون سويدي، انه سبارينج بالعربي يعني شلون نتلاكم انا وياه. بس البارحه شفت شلون شرد. يعني البارحه باللايف مالته، كانوا باللايف مالته هم يعرفون يفتح لايف ويقول وين العرب، وين المسلمين خليجون ما عندهم غيره. يقول العراقيين ما عندهم الغيره. وصدق انتم العراقيين ما عندكم غيره، لان انتم كلكم قاعد تباوعون، كلكم بنات. انتم اللي قاعد تباوعون هسه كلكم بنات. كل واحد ايش طوله ايش عرضه، كل واحد وعضلاته وما اعرف شنو وما بيحظ. كل واحد عضلاته وما بيحظ. فالبارحه اللي صار راويتكم ذليته وراويتكم شنو من جبان. راويتكم شنو واحد من جبان ويخاف وبس شاطر ورا الكاميرات وورا حمايه الشرطه. وانا لما رحت هناك ما رحت هناك عمود دمي، رحت هناك قانون سويدي. اتمرنت عليه. انا كان عندي تدريب البارحه، ما كان لا ضرب ولا هاي. فاذا تريدون تشوفون عركتي راح يكون عندي لعبه، ما اعرف هسه اي يوم، بعد شهرين 3 شهور راح يكون عندي لعبه اقدر انزل الفيديو شلون اتعارك. انا ما اتعارك هيجي، بالعكس انا البارحه بس رزلته، لعبت وياه، اشتقيت وياه هيجي، بس لعبت وياه هيجي واحد واثنين، هي هاي رزلته. راويتكم هو شنو. هو واحد انسان خنزير، وواحد يعني بعد حتى لتباعون بوجهه، بعد ثاني مره لتباعون بوجهه. شويه عربيتي مو هالقد زينه، يعني عندي يعني اقطع بالعربي مالتي شويه، لانه طلعت من العراق انا وكان عمري صغير، كان عمري اتوقع 10 سنوات، فعربيتي مو هالقد. فهذول الورا الكاميرات اللي بالعراق اللي قاعد بس شاطرين ورا الكاميرا، وهذا كل شيء ما سوى، وشنو هاي اللكمه ضربه ضربتين. الدوله العراقيه هذول السياسيين اللي قاعدين بس يهددون، نريد راس سلوان ونريد راس سلوان وكل شيء ماكو، راس سلوان وراس سلوان وكل شيء ماكو. كلكم جبناء وكلكم خايفين، كلكم جبناء وكلكم خايفين وما بيكم حظ. وانا ما دا احكي على الشعب العراقي، لا، الشعب العراقي خلي على صف 11 على هذول اللي عندهم القوه والطاقه، هذول اللي ما بيهم حظ. 37 دوله هددوا السويد انه راح يفجروها، 37 دوله هددوا السويد انه راح يقطعون راسه، 37 دوله هددوا السويد انه هيك وهيك راح يسوون، وما حد سوى شيء. ما حد بيحظ يسوي شيء، ما حد بيحظ، وخايفين قاعدين بالسويد وخايفين، قاعدين بالسويد وخايفين. لا انا ما اروح الزمه، لا انا ما راح اروح الزمه، اخاف نقطه سوداء وما اعرف شنو هاي. البارحه رحت له كقانون سويدي العب وياه، وراويتكم شنو من جبان وخاف وشرد وراد يشمر علي اللوحه. اوكي، ولما شفته ما ضرب رحت من هناك. اني قلت له اضرب وما ضرب، فهو اكبر جبان. سلوان وسلوان نجيم، اللي يقولون سلوان نجيم ليش ما تدخل، لان هذا كله فيلم، لان سلوان نجيم لك جبناء، والله جبناء، والله جبناء، جبناء والله والله. اذا بيهم حظ خلي يجون، واني اريد اتحدى سلوان نجيم وسلوان هذاك ببوكسينج ماتش، اريد اتحداه ببوكسينج ماتش. اذا بي حظ خلي يجي، بس انا اقول لكم ما بيهم حظ، والله ما بيهم حظ، وانتم كلكم خايفين من عندهم. ليش؟ من ام ذاكمي والله، ام ذاكمي والله.